لك ان تتخيل يا صديقي انك تتولد من غير ذرة سحر واحدة في عالم يسوده السحر والسحرة. السحر يعني السلطة، يعني المال، يعني القوة والسيطرة، فاكيد مصيرك في العالم ده حتما هو الهلاك. بس لا والله، يشاء القدر انك تكون الطفل المعجزة والاسطورة صاحب القوة الاعظم على وجه الخليقة. دي يا صديقي قناتنا الجديدة واللي هننزل عليها ملخصات جبارة جدا في الفترة الجاية، وهنولع اليوتيوب حرفيا، فما تنساش اللايك والاشتراك، واهم حاجة تنضم لجيشنا. وده ازاي يا صديقي؟ بسيطة، عن طريق اشتراكك في قناتنا، وكمان انك تنضم لقناتنا على الواتساب، واللي هنزل لكم فيها كل الاخبار الجديدة واخد رأيكم في كل حاجة. وبس كده، ودلوقتي اسيبكم على العظمة بتاعت النهاردة، وطبعا زي ما اتعودنا ما تنسوش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. ده هو ويل سيرفورتو، عيل غلبان اتولد من غير ذرة سحر في عالم كل حاجة فيه هي السحر وبس. لا وكمان ده بينضم لأكاديمية السحر. لا والأنقح من كده إن هدفه هو إنه يبقى من الماجيا فيندر، أعظم 5 سحرة في العالم. يا حلاوة، دي أحلام العصر يا صاحبي. وفي أول يوم ليه في الأكاديمية كل الطلاب بيتريقوا عليه، إزاي الحقير ده يتجرأ وينضم لأكاديمية السحر؟ أكيد كان شارب حاجة، شايف شكله عامل إزاي؟ ما يطردوا الزبالة ده من هنا. وكل الأصوات دي بتتردد في عقل ويل ومش مفرقاه. وبعدها بيدخل لأوضة المديرة ومعاه معلمه واللي اسمه واركنر، والمديرة بتقرر تديله فرصة تانية، وهوب فجأة بتحوطه بهجمات كتيرة من كل اتجاه. فويل بيزق المعلم وبوم بيدمر الهجمات في لمح البصر. الصدمة تعلى وجه المعلم، والمديرة بتضحك بعلو صوتها. إذن انت نبغى يا ويل، هسمح لك انك تكمل في الأكاديمية. وبعدها المعلم ويل بيمشوا، فالمديرة بتقول بسيفه وقوته الغريبة دي وريني اخرك هتوصل لفين. ومن هنا ستبدأ حكاية الأسطورة ويل سيرفورتو. وبتمر الأيام والشهور لحد ما بيعدي 5 سنين، وفي اليوم ده بيكون ويل قاعد في الفصل في أمان الله. فالمعلم إدوارد بيقول له تعالى يا ويل، وبيديله عصاية سحرية، نفذ يلا اللي كنت بشرحه من شوية. المعلم عارف كويس إن ويل ما بيقدرش يستخدم السحر، بس طلعه عشان يكسفه قدام كل الطلاب، وكل الطلاب بيضحكوا عليه. والمعلم بيقول انت بتعمل ايه هنا يا ابني طالما ما بتقدرش تستخدم السحر؟ وفي اللحظة دي واحد بيرفع عصايته وبوم بيطلق سحر قوي جدا وبينفذ التعويذة اللي المعلم طالبها. وبنعرف ان ده هو شيون أليستر، واحد من اقوى الطلاب في الاكاديمية كلها. والمعلم بيتكلم وبيقول زي ما شفتوا كلكم في العالم ده السحر هو كل حاجة. السحر يعني السلطة والقوة، اما الفشل اللي ما بيقدروش يستخدموا السحر فكل اللي عليهم يعملوه هو انهم يقعدوا في بيتهم. وطبعا عارفين الكلام رايح لمين. وبعدها بتخلص الحصة، ويل بيكون ماشي، بس بيجي شيون وبيقول له ما زهقتش يا ابني ولا ايه؟ كل يوم تتهزق كده. في اللحظة دي بتيجي واحدة اسمها كوليت وبتدافع عن ويل، ونعرف ان دي صاحبة ويل، واحدة من اقوى الطلاب في الاكاديمية، وبيكونوا ماشيين مع بعض. فويل بيقف وبيبص للسماء، وفي الوقت ده نعرف ان من زمن بعيد جدا كان العالم يعمه الظلم والفساد، لحد ما ظهر 5 سحرة عظماء، ودول هم الماجيا فيندر، وقضوا على الغزاة وخلصوا البلاد من الظلم اللي كانوا عايشين فيه، وختموا الشر ده في السماء، وعملوا حاجز كبير جدا بيحمي كل البشر، الماجيا فيندر. اللقب ده اتنقل من جيل لجيل، وبقى اللي بيحمل اللقب ده هم السحرة الأعظم في العالم. ويل بيرفع ايده وبيقول هوصل لك في يوم من الأيام. وبنعرف ان قصده على ساحرة الجليد أليفاريا، واحدة من الماجيا فيندر، وفي الحقيقة دي كانت صاحبة ويل المقربة، واللي بيحبوا بعض من كل قلبهم، واتفقوا من صغرهم ان حلمهم هو انهم يبقوا من الماجيا فيندر. بس للأسف هي وصلت وبقت أصغر واحدة تنضم للماجيا فيندر عبر التاريخ كله، وطلعت البرج وعاشت هناك. ويل لسه بيعاني تحت لوحده، بس هوصل في يوم من الايام هوصل. وبعدها ويل بيروح للمعلم واركنر، واللي بيقول له انت لسه عاوز توصل للماجيا فيندر؟ فويل بيقول له ايوه. فالمعلم بيقول له بس لازم الاول تقدر تنتقل للمرحله الثانيه، وانت يعني لسه لك نقاط كتير. وللاسف يا ويل مستحيل تقدر تجمع النقاط دي كلها بقتلك للوحوش. فويل بيحبط جدا وبيزعل. فالمعلم بيقول له خلاص يا عم ويل ما تزعلش، وبيقول له ان في وحش قوي
قوي جدا في الديماس الطابق السادس، روح واقتله وجمع ال4 نقاط اللي فاضلين لك. فويل بيشكر المعلم جدا، بس في اللحظه دي شيون بيسمعهم وبيروح بسرعه وبيقول هروح اقتل الوحش ده، وريني بقى يا حقير انت هتجيب النقاط دي منين وتكمل معانا في الاكاديميه. اوبا، ده عاوز يمنع ويل انه يتاهل معاهم للمرحله الجايه يا ابن المستفزه. وبيمر الوقت وهنا ويل نزل للديماس ومعاه قطته كيكي، وفي الوقت ده شيون جايب صحابه ورايحين يقتلوا الوحش، واصحابه بيكونوا خايفين، بس شيون بيقول لهم انتوا مش عارفين انتوا مع مين ولا ايه، ما تخافوش من حاجه. ولسه ما كملش كلامه بيظهر وحش وبيفشخ واحد من صحابه، والتاني بيترعب جدا وبيصرخ بعلو صوته. فويل بيسمع الصوت وبيجري بسرعه ناحيته وبيبص وبيتصدم، ايوه ده زعيم الطابق، ده يساوي 10 نقاط. ايه اللي جاب وحش بالرعب ده لهنا؟ وبيشوف شيون واللي مرعوب جدا من اللي شايفه وبيهجم بضربات كتيره جدا، بس لا حياه لمن تنادي. الوحش ما بيأثرش باي حاجه. الوحش ده محدش فينا يقدر يقف قدامه. وبيقرب من شيون ويل بيقول اروح اساعده، لا مش هساعده، ده كان بيستهزأ بيا ويضايقني طول الوقت. بس بيفتكر كلام إليفاريا ليه، انت طيب وبتساعد الضعفاء دايما يا ويل، حتى ولو اذوك في يوم من الايام. ايوه انا ماليش دعوه بيحبني ولا لا. في اللحظه دي الوحش بيهجم على شيون، خلاص دي نهايتك. بس لا، في اللحظة الأخيرة ويل بينطلق بسرعة مرعبة جدا وبوم بيتصدى الوحش بقوة بتزلزل الأرض حرفيا. ومن الناحية التانية المعلم إدوارد بيروح لوركنر، الحق بسرعة الطلاب، شيون وأصحابه نزلوا للديماس من غير إذن في الطابق السادس، وفي هناك وحش مرعب جدا. فوركنر بيضحك وبيقول له ما تقلقش، فالبطل ويل موجود هناك، وبيفعل باللوريتو عشان يشوف إيه اللي بيحصل هناك. وبيلاقي ويل بيتبادل ضربات كتيرة مع الوحش، ويل بيجري بسرعة هائلة جدا وبوم بيقطع في الزعيم، والزعيم بيهجم عليه، بس على مين يا معلم؟ ويل بيتصدى ليه وبيتحرك بسرعه مرعبه جدا وبينزل عليه من فوقه وبيغرز السيف في جسمه، وشيون متسمر مكانه من الصدمه. مش معقوله، هو ده ويل اللي ما عندوش سحر الضعيف؟ مستحيل، ده وحش بكل معنى الكلمه. والمعلم مصدوم صدمه عمره، ايه القوه دي؟ ووركنر بيقول له ايوه دي الحقيقه، ويل ايوه ما عندوش سحر، بس عنده قوه خارقه مش عند اي حد، وكمان عنده قدره تحليليه وخفه في الحركه مرعبين. وفي اللحظه دي الوحش بيهجم على ويل بضربه قويه جدا وخلاص هتصيبه، وهوب شفتها قبل كده، ويل بيتفاداها بكل روقان وبوم بيطير ايد الوحش. واركنر بيقول في وسط العالم اللي مليان سحر، فويل هو الاسطوره والمحارب الاعظم اللي هيغير كل حاجه. في اللحظه دي ويل بيشتل سيف الزعيم، والزعيم بيهجم عليه باقصى قوه، بس ويل بكل فخامه وروقان بيخترق الهجوم وبيفرتك الزعيم حرفيا. يا فخامتك وروقانك يا عم ويل. والمعلم ادوارد بيغضب جدا، ازاي مستحيل اتقبل ان واحد ما يقدرش يستخدم السحر يبقى بالقوه دي، وبيمشي. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا المعلم واركنر بيقول للطلاب عشان توصلوا لماجيا فيندر لازم الاول توصلوا للمرحله العليا وتطلعوا البرج، وبعد المرحله العليا يا اما حد يكتشف نوع قوه جديده، وطبعا نادرا جدا ما بيحصل حاجه زي كده، او حد يوصل ل 7200 نقطه، وده عدد هائل جدا، بس دول الطريقتين الوحيدين اللي ممكن حد يوصل بيهم للماجيا فيندر. وبعدها هنا ويل ماشي مع كوليت، وبيكون صحاب شيون قاعدين يقولوا للطلاب ان شيون هو اللي هزم زعيم الطابق السادس ولوحده كمان، بس شيون زعلان جدا وبيقول لنفسه انا مش مصدق ان قوه الوغد ده وصلت للمرحله الهائله دي. وبيشوف ويل قدامه فبيغضب اكتر، وبيروح له وبيكون هيضربه من كتر ما هو متغاظ منه، بس بتيجي كوليت وبتوقفه، وبعدها بيمشي. فكوليت بتقول لويل هو حصل حاجه ولا ايه؟ فبيقول لها معرفش، ده دماغه تعبانه باين. ومن الناحيه التانيه المعلم ادوارد بيروح للمديره وبيقول لها لازم نطرد الحقير ويل ده، ازاي طالب ما عندوش سحر ويبقى وسطنا؟ دي اكاديميه سحر مش اكاديميه مبارزه. فبتوري له ملف ويل ومعلوماته، وبتقول ويل سيرفورتو درجاته في كل الامتحانات مثاليه جدا، فده اقل حاجه تتقال عنه انه نبغه حقيقيه. فبيقول لها ده من بجاحته عاوز يبقى من الماجيا فيندر. فبتقول له دي حاجه غريبه برضه، بس اقول لك ما تختبره انت يا ادوارد، وتقدر تستخدم اي طريقه انت عاوزها، لو فشل فانت هتقرر يفضل ولا نطرده. فبيضحك وبيمشي. دي كارثه يا جدعان، ده ادوارد ده يعتبر اقوى ساحر في العالم بعد الماجيا فيندر، وهو المرشح الاول انه ينضم ليهم. والمديره بتضحك وبتقول اختبره بنفسك يا ادوارد، وهيثبت لك انه اسطوره جايه في الطريق.
وهنا بيكون ويل قاعد يذاكر مع كوليت، وفجأة بيجي المعلم ادوارد وبيقول ويل تعالى ورايا لوحدك للقاعة. وبيروحوا فعلا، والمعلم بيظهر سحر مرعب جدا وبيقول مهمتك هي اصابتي بضربة واحدة، ولو نجحت هكافئك ب5 نقط، اما لو فشلت فهنفيك بره الاكاديمية كلها. في اللحظة دي ادوارد بيخرج سحر هائل جدا والمصدوم ومن الناحية التانية واركنر بيروح للمديرة فبتقول له انا قلت اقول لك برضه، وبتظهر سحرها وبتوريه المعركة بين ويل وادوارد، فبيتصدم هو ايه اللي بيحصل. فبتقول له ده اختبار لويل، انا اللي خليت ادوارد يتاكد بنفسه من قوة ويل وانه هل هيكون قد المسؤولية وهيبقى اسطورة في عالمنا ولا هيفشل. فبيقول لها مستحيل، ليه ادوارد بالذات؟ انت عارفة انه اقوى ساحر في العالم بعد الماجيا فيندر والسحرة البرج. وفي اللحظة دي ادوارد بيهجم بقوة وبوم، بس ويل بيتفادى الهجوم بصعوبة جدا وبيجري بسرعة وبيهجم عليه من ظهره وبوم، ادوارد بيتصدى ليه بحاجز منيع جدا وبيطيره في لمح البصر، وبيظهر تعويذة وراه وبوم بيجيب ويل الارض ونضارته بتتكسر. ويل بيقول قوته مهولة جدا، هجومه جبار ودفاعه منيع جدا، مستحيل مفيش اي فرصة ان نهجم عليه حتى، معقولة انا بعيد كل البعد ده عن قوته. في اللحظة دي ادوارد بيقول دلوقتي هتشهد القوة اللي عمرك ما هتوصل ليها يا ويل، وبيخرج تعاويذ كتيرة جدا. ويل بيجري بسرعة، بس هتروح فين بس يا ويل؟ بوم، الهجمات بتدمر المكان كله، والمعلم بيدشمل ويل حرفيا، بيجيبه الارض ويطيره في السماء ومش رحمه، ويل بيترزع في الارض، مستحيل مش قادر حتى اقرب منه. ويل مش قادر يتحرك من مكانه حتى، وادوارد بيروح له وبيدوس عليه برجله وبيقول له انت حتة فاشل وحسالة، ما تقولش كلمة ماجيا فيندر دي تاني على لسانك، عشان واحد زيك مستحيل يوصل لهناك. معقولة خلاص دي النهاية؟ شكلها كده صديقي. بس لا والله. في اللحظة دي ويل بيقف وبيقول له لا انا هبقى من الماجيا فيندر. وفي اللحظة دي بتيجي كوليت بسرعة وبترمي لويل سيفه، وويل بيمسكه وبيلبس نضارته وبيقول ودلوقتي هيبدأ الجمدان اللي بجد. ادوارد بيهجم على ويل بضربة قوية جدا، ويل بيفرتكها في لمح البصر. ايوه اتفرج وشوف يا ادوارد. بس ادوارد بيحرق المكان كله بنيرانه وبيخرج اقصى قوة عنده، بس ولا بيهز ويل. وادوارد بيهجم على ويل بضربات مهولة جدا، بس ويل بيدمرهم واحدة في التانية وبيجري بسرعة كبيرة جدا، بس ادوارد هيسيب ويل. فجأة بينط عالي جدا، خلاص دي النهاية يا ادوارد. بيفرتك حاجز ادوارد وبيصيبه في وشه. ادوارد خد الصدمة بجد ومشي وبيقول نجحت يا ويل وهتاخد مكافئتك. يا جمدانك يا ويل والله. والمديرة بتضحك وبتقول فعلا يا واركنر، الطفل ده معجزة واسطورة جاية في الطريق. وبيجي اليوم اللي بعده وبيكون ويل شغال وبيوصل جرايد وبيقع منه جريدة، فبيوطي ويجيبها وبيشوف مكتوب ان الساحرة إليفاريا بتعمل سحر جديد، وعشان كده هي محتاجة كمية كبيرة جدا من مادة معينة، وبتكلف طلاب الأكاديمية انهم يجيبوا المادة دي. فويل بيجري بسرعة وبيرجع البيت لصاحبته وشركته في السكن روستي، وبيقول لها محتاج ادوات من ادواتك بسرعة. فبتقول له ليه رايح على فين؟ فبيقول لها إلفي قدمت طلب لأكاديمية السحر وانا لازم اروح، ومادة نواة السحر دي موجودة في الطابق الرابع، محتاج ادواتك السحرية بسرعة. فبتضحك وبتقول له اتفضل يا عم وروق على نفسك. وبعدها بيروح على طول وبيلاقي طلاب كتير جدا هناك، وكمان بيلاقي هناك شيون واصحابه. فويل بيقول الدنيا هنا زحمة قوي، فبيجري وبيتعمق اكتر وبيبص قدامه وبيلاقي 3 وحوش محاصرين بنت، فبينطلق بسرعة وبوم بيفرتكهم في لمح البصر. يا حلاوتك وجمدانك يا عم. البنت مصدومة من سرعته وبتقول هو اللي شفته ده صح؟ ده قتلهم بسيف ومن غير اي سحر. وهنا من الناحية التانية في الفصل المعلم واركنر بيشرح للطلاب مدى عبقرية وجمدان اكتشاف سحر جديد، وان ده انجاز يخلد في التاريخ. وبيقول لهم وساحرة الجليد إليفاريا هي اعظم ساحرة في العالم، وده لانها لوحدها اكتشفت 12 سحر جداد، فهي عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فكوليت بتقول صاحبة ويل دي جامدة جدا. فاللي جنبها بتقول ايوه انت شكلك غيرانة منها عشان ويل بيحبها. فبتتكسف جدا وبتقول لها لا اكيد لا. نرجع تاني لويل اللي ماشي مع البنت اللي انقذها واللي اسمها ايريس، وبتقول انت غريب قوي، ما عندكش اي موهبة ولا ذرة سحر حتى، بس قوتك هائلة جدا. فبيقول لها وانتي مش هتكرهيني؟ فبتقول له اكرهك ازاي؟ اكره البطل اللي انقذ حياتي دلوقتي، وبرضه لازم احترمك، ده انت قوتك مجنونة يا جدع. وبعدها بتقول له انت عارف انا حلمي ان اساعد الماجيا فيندر واساعدهم في تقوية السماء اللي بتحمينا. في الوقت ده ويل بيقول لنفسه السما دي واللي عاملينها الماجيا فيندر كل فترة بتضعف لحد ما يجي اليوم وتختفي، وساعتها تحل الكارثة على العالم بأسره، ولازم نكون مستعدين وقتها. وايريس بتقول له على فكرة انا قابلت الساحرة إليفاريا قبل كده. فبيقول لها ايه امتى
لا. فبتقول له في مره كنت هموت والوحوش محوطاني من كل اتجاه، وهوب فجاه لقيت كل الوحوش اتجمدوا وظهرت قدامي الساحره العظيمه إليفاريا. وبعدها بتقول بس في حاجه انا مش عارفه ليه مفيش اي وحوش عشان استخرج منهم الماده اللي الساحره إليفاريا طلباها، وسحر الاستكشاف مش مبين لي اي حاجه. وبتبص على ويل وبتلاقيه ماسك حاجه. انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها في الغالب الوحوش بتسيب وراها شظايا صغيره من الجليد وبتكون صغيره، بس الحته دي طولها اكبر بكتير، معنى كده ان في وحش قوي جدا قدامنا. فبتقول له ازاي؟ فبيقول لها في مكان سحر الكشف ما يقدرش يوصل له. فبتقول له بس انت ما بتقدرش تستخدم السحر، عرفت ازاي؟ فبيقول لها عادي، السحر حاجه جامده بس ما بيقدرش يعمل كل حاجه، وبالذات في ارض المعركه، وانا برضو عندي خبره كبيره في ارض المعركه. وبيجهز ادواته وبيوصلوا لمكان الوحش. فجاه بينزل من فوق بسرعه وهيسيبهم، بس ويل بيتحرك بسرعه وبيشتغل ايريس بعيد، بوم، وايريس مصدومه، ده وحش قوي جدا. وبتقول لنفسها ده زعيم الطابق بالكامل، وحش مرعب جدا وقوته 6 نقاط كاملين. في اللحظه دي الوحش بيهجم بقوه كبيره جدا، بس ويل بيطير بسرعه وبيودي ايريس بعيد. خليكي هنا. فبتقول له لا، الهجمات الجسديه مستحيل تاثر في وحش زي ده، اي حاجه بتلمسه بتتجمد في لمح البصر. فبيقول لها ما تقلقيش، وبيركب اداه في ايده وبيجهز ادواته وبوم بينطلق بسرعه مرعبه جدا، والوحش بيهجم بقوه هائله جدا، بس ويل بينط وبينزل ورا الوحش وبيديها حته زحلقه من تحته، والوحش بيدمر في المكان كله. وايريس بتستخبى وبتتفرج على ويل من بعيد، ويل بيجري بسرعه وبيرمي خطافه وبيشعلقه في جسم الوحش، وبيتحرك بسرعه تحت الوحش وبيلف حواليه وكانه بيحاوطه بالحبل من كل الاتجاهات، وبيلف الحبل عليه والوحش غاضب جدا وقاعد يدمر في اي حاجه حواليه. ويل بينط عالي جدا وبيكتف الوحش حرفيا، وبيقف قدامه وبيقول سلام يا عم الوحش، وبيشعل النار في الحبل، بوم، النار بتمشي في الحبل كله وبتحوط الوحش من كل حته، وبوم بتفرتكه بانفجار جبار جدا بيزلزل الارض كلها. يا ابن اللعيبه ده فشخ الزعيم حرفيا يا جدعان، ما بيهزرش برضه الواد ده. وفي اللحظه دي ايريس مصدومه من جمدان ويل، وفجاه نظرتها بتتغير وكمان صوتها. اذا هو ده الغير موهوب اللي بيقولوا عنه، في فرق مهول بين الاشاعات والحقيقه. ففي الحقيقه قوته مرعبه لاقصى درجه، اكيد هبلغ السلطه العليا بالكلام ده. اوبا، البت دي شكلها وراها حكايه يا جدعان. وبعدها بيرجعوا وبيمر الوقت، وهنا ايريس ماشيه في قمه البرج السماوي وبتشيل تنكرها وبتقول ويل سيليفورت مش ساحر موهوب انما محارب جبار. وبعدها بتفتح باب وبتدخل. دول الماجيا فيندر يا جدعان، السحر العظماء، ونعرف انهم 4 ولسه في حد ناقص، وعشان كده بيدوروا على حد جدير انه يبقى الخامس بتاعهم. وواحد بيقول احنا محتاجين قوة اكتر في اسرع وقت عشان الشر المطلق وجيشه بيقوى اكتر وطغيانهم بيزيد، وبالطريقة دي هيقدروا يهزمونا. وبيقول لها قولي ايه الاخبار اللي جايباها؟ فبتقول لهم اكتشفت شخص غريب جدا ما عندوش اي موهبة ولا ذرة سحر، ويل سيليفورت، انا بقترح انه يبقى الخامس من الماجيا فيندر. فاتنين بيقولوا انت شكلك بتهزري. واحدة بتقول انت هتقعد تلم الضعفاء حوالينا، مستحيل حد ما يقدرش يستخدم السحر يبقى قوي اصلا، تقولوا لي يبقى مننا. فواحد بيقول او بس كده هي كلها ايام وهيبدأ مهرجان السحر العظيم، وساعتها هنشوف المواهب الجامدة فعلا. وبعدها كلهم بيمشوا، بس بتتبقى واحدة ودي هي إليفاريا صاحبة ويل. وايريس بتقول لها ويل ده الشاب اللي كلمتيني عنه، قوته جبارة جدا وهو نبغى وعبقري زي ما قلتيلي. اوبا، دي إليفاريا هي اللي قالت لها تراقب ويل وتشوف قوته. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كل الطلاب بيعملوا اختبار وبيقضوا على كل الجوبلين وبيستعرضوا سحرهم. وفي الوقت ده بتكون في بنت قوية وبتظهر سحر مرعب جدا، وكذلك واحد من الالف سحره قوي جدا وبيفرتكوا الوحوش في لمح البصر، ودي هي ليهانا اونزيس وده فيجنال ليندور، ودول من اقوى 2 في المملكة بالكامل. وفي اللحظة دي بيجي الدور على واحد تالت وبيظهر سحر جليدي مرعب جدا، وده هو يوليوس اللي يقال انه اقوى طالب في المملكة بالكامل، ودول هم ال3 الاقوى. ويوليوس بيقول لهم خدوا بالكم عشان السنة دي هكسحكم في البطولة، وبيقبلوا التحدي. وشكلهم كده قوتهم هائلة جدا يا جدعان، ودول الوحيدين في المملكة اللي تجاوز عدد نقاطهم 10,000 نقطة. في الوقت ده ويل زعلان جدا وبيقول انا في السنة الاخيرة وما عنديش حتى نقاط عشان اقدر اتخرج، فازاي حتى هنضم المرحلة العليا؟ مستحيل اوصل لل3 دول كده. وويل بيكون قاعد قدام يوليوس، فيوليوس بيقول له ابعد من قدامي يا حسال انت. وبعدها بيمشي وبيمر الوقت وكل الطلاب بيتكلموا عن مسابقة السحر العظيمة، وكولت بتقول لويل انت اكيد هيتم اختيارك عشان تنضم للبطولة، فلازم تنضم عشان تقدر تحقق هدفك وتنتقل للمرحلة العليا وتطلع البرج. وويل بيقول لنفسه بطولة السحر العظيمة هي بطولة بتتعمل كل 2 سنين وبتضم اقوى واشرس السحرة
في العالم، فمستحيل ان اقدر ادخل وسطهم. فكولت بتقول له لا يا ويل انت قوي، وانا عاوز اقول لك ان في 4 فرق، وهم فريق البرق والالف وامبراطور اللهب واخيرا الجليد. والفرق ال4 دول بيقودهم ال4 السحرة العظماء الماجيا فيندر، واكيد حد من الفرق دي هيستدعيك عشان تقاتل في البطولة، وده الوقت اللي هتقدر تثبت فيه نفسك للعالم كله. وكمان بيكون في مراقبين عشان يشوفوا المواهب واللي قوتهم جبارة زيك، وطبعا من المراقبين دول هي ايريس. فويل بيقول لها لا مستحيل اقدر اظهر وسط كل السحرة الجامدين دول، وغير كده انت عارفه حصل لي ايه لما شاركت في المرة اللي فاتت، وحرفيا كان كل الجماهير بيزقلوا بالزبالة، وده كان السبب الاكبر في حالة الاكتئاب اللي كانت عند ويل. وبعدها بيمر الوقت، وهنا نعرف ان شيون هو المركز الرابع بعد ليهانا وفيجنال ويوليوس، وبيقول انا لازم اتفوق عليهم باي ثمن. ونعرف كمان ان شيون مش قادر يخرج قوته الكاملة، وان قوته الحقيقية قريبة جدا من قوة ال3 الاقوى في المملكة. وبعدها بيمر الوقت وبيجي الليل، وويل بيشتغل في مطعم الحاجة جينا، وبيكون ده مطعم عرق الاقزام، ودول من الاعراق اللي انتقلوا لعالم البشر بعد تدمير عالمهم من القوى الشريرة اللي الماجيا فيندر بيحاربوها. وكمان سلالة الالف نفس نظامهم، بس الفرق ان قوة الالف اكبر بكتير، فالبشر بيحترموهم عكس الاقزام. وكمان روستي صاحبة ويل بتساعده في المطعم. وبعدها بنعرف ان الاقزام بيحبوا ويل جدا، وده لانه بيحترمهم وطيب معاهم. وفي تلك اللحظة بيدخل يوليوس واصحابه وبيشوف ويل. ايه ده؟ اوعى تقول لي انك شغال في المطعم الكحيان ده. وبيضحك وبيقول له ما انتوا الاتنين شبه بعض فعلا، حتى انت والاقزام حسالة زي بعض. فواحد بيتضايق من كلامه، فيوليوس بيقول له ايه يا قزم انت عندك اعتراض ولا حاجة؟ وبعدها بيروح يقعد هو واصحابه وبيقعدوا يضحكوا ويستهزئوا بالاكل. في اللحظة دي ويل بيروح لهم انت يالا انت وهو اسحب كلامك اللي قلته. وفجأة الصمت يعم المكان، بس يوليوس بيقول له وهتعمل ايه يعني لو ما سحبتوش؟ وبيرمي الطبق على هدوم ويل وبيضحكوا كلهم. وواحد بيقول يلا يلا امشي من هنا، ولسه ما كملش كلامه ويل بيمسكهم ودب بيلزق دماغهم في الارض بقوه كبيره جدا. بس في اللحظه دي يوليوس بيغضب وبيظهر سحره وبيجمد المكان كله. انت عارف انت بتلعب مع مين؟ وبيهجم بسرعه على ويل، بس ويل بيتفادى هجومه وبيهجم عليه بضربات كتيره. ويل بيحاول يتفاداه، بس فجاه بيظهر جليد من تحته وبيكتف ويل وبيروح له. ويوليوس بيبص لعين ويل وبيخاف، وويل ما بيكونش عاوز يقاتل عشان المطعم ما يتدمرش. ويوليوس بيقول غيرت رايي، شارك في بطوله السحر العظيمه عشان اهينك قدام العالم كله. فويل بيكسر الجليد وبيمسك عصايته السحريه. وروستي بتقول ويل غاضب ولو قاتل هيدمر الدنيا. ويل بيقول له هشارك وهخليك تعتذر للاقزام دول. اوبا ده ولعت كده على الاخر يا صديقي. ويل بيتحدى الطالب الاقوى في المملكه، وبتمر الايام لحد ما اخيرا بتبدا بطوله السحر العظيمه، وكل الفرق بتقدم عروضها، وعيون المراقبين في كل مكان على اتم الاستعداد انهم يشوفوا اي موهبه مؤهله انها تبقى من السحر الاعظم في العالم. وفي الوقت ده ايريس بتتنكر تاني وبتقول للمديره انا ماشيه عشان عندي حد لازم اشجعه. اوبا وطبعا قصدها على بطلنا ويل سيلفورتو. وفي الوقت ده نعرف ان كولت راحت لشيون وعرضت عليه انه ينضم لفريقها، ووافق فعلا وبيقول اخيرا كولت ادركت اهميتي بدل الحقير ويل ده. وبيروح للاوضه وكانت الصدمه الكبرى، بيلاقي ويل في فريقهم فبيقول لها ايه ده اللي جاب الواد ده هنا؟ فبتقول له هو انا ما قلتلكش ما عشان ويل يقدر يشارك لازم يكون معانا حد نقاطه كتيره، وانت انسب واحد لقيته. اوبا دي اديته قلم من اللي بيموته يا جدعان، صعب عليا والله. في اللحظه دي هوب بيعدي يوليوس من وراه وبيضحك وبيبص لويل، وكمان ويل بيبص له. فشيون بيتصدم، ده ويل مش مهتم بيا. وعيني بتبص على يوليوس وبيغضب جدا وبيقول لنفسه بعد ما زلني في الدماس بيتجاهلني كمان، وبيغضب اكتر. وبعدها كل الجماهير بتحضر في المدرجات، وبيكون المعلم ادوارد ده هيعلق على البطوله مع المعلق. وبنعرف ان في اراضي مختلفه زي البركان وغيره وغيره، وفي النص هنا التاج، واول فريق هيستحوذ على التاج هو اللي هيفوز. وفي فخاخ ووحوش كتيره جدا هتقابل الفرق في الطريق، وحرفيا عدد مرعب جدا من الفخاخ، وكل حاجه مسموحه، اي قتالات بين الفرق او اي حاجه كل الطرق مسموحه حرفيا، يعني هتكون مجزره بكل معنى الكلمه. والمعلق بيقول وابرز الفرق المشاركه هم فريق فيجنال، وطبعا فريق يوليوس، واخيرا فريق شيون، واللي معاهم واحد كده ما عندوش ذره سحر، مش عارف جايبينه يموتوه هنا ولا ايه. وكل الجماهير بتضحك وبيستهزئوا بويل. وهنا المعلم واركنر بيشوف ويل وهو نازل لساحه البطوله، وطبعا بيتفاجئ وبيقول له يا ويل انا مش حذرتك ما تشاركش في البطوله؟ بس ويل غاضب جدا وبيقول له انا اسف
شايف يا معلم، بس المرة دي هعرف العالم كله انا اكون مين بالظبط. وبيمشي، ودلوقتي هيبدأ الجمدان والعظمة كلها، وكل الفرق بتنطلق وبيقابلهم وحوش ضخمة وعددهم مهول جدا. والمعلق بيقول يا ترى مين اللي هيقدر يعدي العدد المرعب ده؟ بس في اللحظة دي فريق ويل بينطلقوا بسرعة هائلة جدا، وكل الناس بيقولوا ده رايح ينتحر ده ولا ايه؟ بس في اللحظة دي ويل بينط وبوم بيخبط اول وحش بالبوكس بيدغدغه حرفيا، وبيعمل انفجار كبير جدا وبيزلزل الارض كلها، وكل الناس بيتصدموا ومحدش مصدق اللي شايفه. اول واحد بيخترق الغابة هو المرعب ويل سيلفورت. في اللحظة دي شيون متغاظ جدا من ويل، ليه هو بالقوة دي؟ انا تعبت واتدربت كتير، بس ليه انا مش بقوته؟ وبعدها فريق ويل بيتقدموا اكتر وبيوصلوا لمنطقة الصحراء، وبتظهر قذائف قوية جدا وبتنطلق ناحيتهم. بس على مين يا معلم؟ فويل لديكم لا خوف عليكم. ويل بيرزع على الارض وبتصدر كل القذائف، وبعدها كل بتخرج له سيوف سحرية فبيمسكها وبوم بيدمر المدافع كلها واحدة ورا التانية، وبيتبقى واحد بس. ويل بيجري وبيمسك السيف وبوم بيفجرها زي اخواتها. اللي بعده يا هنايا سعده يا ابن اللعيبة يا ويل، شغل فاخر من الاخر يعني. وفي اللحظة دي العالم كله بدأ ينتبه لطغيان المرعب ويل، وحتى المراقبين مصدومين. واحد بيقول سرعته مرعبة جدا، لا وكمان ازاي بيكشف الفخاخ وبيتصدى ليها بالسرعة المجنونة دي. ولحد اللحظة دي فريق ويل هو المتصدر وبجدارة، وكل الفرق بدأت تواجه صعوبات في التصدي للوحوش، بس ويل نازل ضربه ومش راحم حاجة قدامه. بس في اللحظة دي يوليوس وفريقه بيراقبوا الأوضاع، وكل الفرق واحد بيقول له فريق ويل ده في الصدارة وقربوا يدخلوا الغابة، وبالطريقة دي هيقدروا يتفوقوا علينا. فبيضحك وبيقول له مش مشكلة، دلوقتي هروح لهم ووريهم الفرق الشاسع في قوتنا. وباين عليه غاضب جدا يا جدعان، وشكله ناوي على نية سودا. وهنا أخيرا بيوصل فريق ويل للغابة، بس فجأة بتظهر فخاخ كتير جدا ومفيش وقت وهتصيبهم. بس في لمح البصر ويل بيتحرك بسرعة جبارة وبيغير مسار الفخاخ وبيفجرهم كلهم. عظمة على عظمة يا ابني والله. ويل مكمل طريقه ومفيش حاجة قادرة توقفه، وبيقول لنفسه لازم نروح بسرعة ونعمل كمين ليوليوس وفريقه. ولسه بيجري بوم ضربة مرعبة جدا كانت هتصيبه، وهنا كانت الصدمة. يوليوس واقف قدامه ويل مصدوم، ازاي جيب السرعة دي وهو لوحده ولا ايه؟ فين بقية فريقه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ ويوليوس بيهجم بضربات كتيرة جدا على ويل، بس ويل بيتفاداهم كلهم وخلاص هيهجم عليه. ولكن فجأة بتظهر نيران مرعبة جدا، وشيون بيثور غضبا وبيقول دلوقتي هتشوفوا كلكم النيران اللي هتحرق اي حد يتجرأ يقف قدامي. وبيظهر تعويذة مرعبة جدا وبوم بيطلق قوة جبارة جدا وبتكون متجهة ناحية ويل. في اللحظة الأخيرة كولت بتعمل حاجز قدامه، بوم بيحصل انفجار هائل جدا بيزلزل المملكة كلها بالكامل، ومحدش فاهم ازاي القوة دي كلها تكون قوة شيون. ويل مش فاهم ايه اللي حصل دلوقتي، وحرفيا الغابة كلها اتحرقت. وشيون بيقول امشي من قدامي يا يوليوس، انت بتعترض طريقي ايه؟ وكولت بتقول كان بيصوب على يوليوس، لا ده كان بيصوب على يوليوس وويل. اوبا ده شيون دلوقتي قرر انه ينتقم من ويل ويواجهه، وحرفيا الولا غاضب جدا. ويل مش فاهم دلوقتي انت مش لاقي غير الوقت ده ونقاتل فيه، احنا فريق واحد يا غبي. فشيون بيهجم عليه بقوة، مش هاممني كل ده، المهم دلوقتي اني اهزمك واذلك قدامي واثبت ان الاقوى في المملكة دي. وكولت لسه بتزعق وهتوقفه، بوم يوليوس بيعمل حاجز كبير جدا قدامها. وكولت بتقول ازاي فلت من هجوم شيون وكمان من غير خدش واحد؟ اكيد في حاجة غلط. وهنا شيون بيهجم على ويل بقوة وبوم بيصيبه في ايده، امسك سيفك يا ويل وقاتلني زي الرجالة. ده شيون شهيل ومعبى على الاخر يا جدعان. وشيون بيقول لنفسه طول الوقت كان بيتجاهلني، ومش انا وبس، كان بيتجاهلنا كلنا وكان بيبص لفوق بس ومش شايف حاجة غير قمة البرج السماوي. وفي اللحظة دي بيهجم على ويل بضربات قوية جدا، وفجأة بيمسكه بنيرانه، بس ويل بيقطعها، بس فجأة بيخرج قوة اكبر بوم بيسيب ويل. وشيون بيتضايق، ما تهاجمني قاتلني زي الرجالة. فويل بيقول له ليه اقاتلك، احنا في نفس الفريق. وكل الجماهير مش عارفين ايه اللي بيحصل ولا ليه بيقاتلوا بعض. وهنا يوليوس بيهجم بضربات كتيرة على كولت، بس بتتفاداها كلها، بس فجأة بتقع في الفخ وبوم بيصيبها بهجوم مرعب جدا. وفي تلك اللحظة كل الجماهير مصدومين، ايه اللي بيحصل هنا؟ وكانت الصدمة الكبرى، في نسخ من يوليوس في كل حتة وبيواجه كل الفرق. ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وهنا يوليوس واقف برضه قدام فريق فيجنال وبيقول له انا قلت لك يا فيجنال هخرج سلاحي السري وهقضي عليكم كلكم.
ففيجنال بيقول له طب ما تفرحش عشان هدمرك دلوقتي. بوم، فيجنال بيفرتكه في لمح البصر. اوبا، دي كانت نسخة جليدية فعلا. وفيجنال بيقول معنى كده ان دي مهارته السرية، بيقدر يعمل نسخ كتير من نفسه. مين كان يتوقع ان عنده مهارة مرعبة زي دي؟ يا جبروتك يا جدع، ده عاوز يقضي على كل الفرق لوحده. ودلوقتي كل الجماهير بتتكلم، اكيد اللي هيفوز بالبطولة دي يا اما يوليوس او فيجنال، مع ان فريق ويل كانوا قريبين، بس اللي عمله شيون ده بالتأكيد هيخسرهم. يا جدعان، الوضع صعب جدا في فريق ويل. وفي اللحظة دي شيون بيهجم بضربة قوية على ويل، بس ويل بيجري بسرعة وبيتفاداها. ولكن في اللحظة دي شيون بيخرج نسر ناري جبار جدا، فويل بيتصدم. مستحيل، ده قدر يخرج حارس النار الاسطوري. وشيون بيهجم بالنسر، بس ويل بيتفاداه وبيقطع جناحه وبيجري بسرعة. دي فرصتي، بس النسر بيعالج نفسه بسرعة. وفي اللحظة دي النسر بيهجم على ويل من وراه، وفي نفس الوقت شيون بيهجم من قدام، بس ويل بيتصد لهجوم شيون بالعافية. وبوم، هجوم النسر بيفجر الارض وراه. ويل تعب جدا ومش عارف يعمل حاجة مع شيون. ايه ده يا جدعان؟ والعالم كله مصدوم من جبروت قوة شيون، والمعلم ادوارد مصدوم صدمة عمره. مستحيل، ده شيون قوته تخطت كل التوقعات. بيهجم على ويل بمهارة من الدرجة الأولى، لو كمان استخدم حارس النار في نفس الوقت. وكمان المراقبين مبهورين من قوة شيون. واحد بيقول دي أول مرة شيون ده يظهر بالقوة دي، معقولة دلوقتي قدر يخرج قوته الحقيقية؟ اوبا، ده فعلا يا جدعان بسبب كره شيون لويل قدر يخرج قوته القصوى. ويل بيقول له انا مش فاهم انت ليه عاوز تهزمني بالطريقة دي. فشيون بيقول له على اللي في قلبه، طول الوقت كنت بتتجاهلني ولا كأني موجود، فاضطريت اني اضايقك طول الوقت وبرضه تجاهلتني. اوبا، يعني اصلا شيون كان عاوز يصاحب ويل، بس ويل ما كانش شايف حد قدامه. ويل مصدوم عشان دي اول مرة يعرف حقيقة مشاعر شيون. وفي اللحظة دي ولاول مرة ويل قرر انه يواجه شيون وش لوش. في اللحظة دي شيون بيهجم على ويل بوابل مرعب جدا من الهجمات الفتاكة، وكمان معاه النسر، يعني مفيش مفر. بس على مين يا معلم؟ ويل بيتحرك بسرعة وبيخترق النيران بكل سهولة، وشيون بيتصدم. وفي اللحظة دي ويل بيقطع قلب النسر، بوم، بيفرتكه حرفيا وبينطلق بسرعة هائلة جدا. وخلاص دي نهايتك يا شيون. بس في اللحظة الأخيرة هوب كولت بتوقفهم، وبتكون حالتها تصعب على الكافر. وكل ده من قتالها مع يوليوس، وبتقول يلا جه دورك دلوقتي يا ويل. يوليوس دلوقتي قرب يوصل للتاج، روح وخلص عليه. ويل بيقف وبيلبس كولت رداءه، فبتتكسف جدا وبعدها بيمشي. ومن الناحية التانية العالم كله مستني مين أول فريق هيوصل للتاج الأول، واللي بيوصل هو فريق يوليوس، والجماهير كلها بتشجعهم. خلاص فريق يوليوس هيفوز بالتاج، بس ما يعرفوش ان جاي لهم دلوقتي الكابوس والرعب اللي ما عملوش حسابه. بوم، ها قد وصل الجبار ويل سيليفورتو، والمكان كله بيتزلزل من حضوره. ودلوقتي هتبدأ المدعكة اللي بجد. ومن الناحية التانية هنا في قمة البرج واحدة بتروح لإليفاريا وبتديها ورقة وبتقول لها ده ملف طالب، هو المرشح الأول انه يبقى خليفتك يوليوس رينبرج، قوته جبارة جدا وده احتمال كبير جدا انه يبقى خليفتك. نرجع تاني لساحة المعركة. ويل بيقول يوليوس استعد عشان هخليك تعتذر للأقزام اللي هنتهم في المطعم. فبيضحك وبيقول له صدقت نفسك ولا ايه؟ انت حتة فار هلعب بيه دلوقتي. وفجأة بينشر الدخان في كل مكان. ويل بيقول ايوه ده بيتحرك حواليا. وفجأة هجوم بيجي من وراه، بس ويل بيتصدى ليه وبيتحرك بسرعة وبيتفادى كل هجماته. ايوه كده انا عرفت اماكنهم الثلاثة. وبيهجم بسرعة على يوليوس، خلاص دي نهايتك. بس يوليوس بيضحك وبوم، ويل بيتصب هجوم جليدي. ايه ازاي ويوليوس قدامي؟ انت بتعمل ايه يا عم الفار؟ احنا ما اتحركناش من مكاننا. اوبا، صدمة بكل المقاييس، العالم كله بيتصدم. ويل مش مصدق اللي شايفه، في 5 نسخ من يوليوس وواحد بيقرب من ويل، وبوم بينفجر بقوة كبيرة جدا. ويل جسمه اتجمد كليا يا جدعان. بس مش دي المصيبة، لا، المعلم ادوارد بيقول السحر ده. فواركنر بيقول ايوه بلا شك هو ده الفن السري للساحرة العظيمة إليفاريا. دي كارثة أكبر بكتير يا جدعان، ده بيستخدم سحر أسطوري من ال 12 سحر اللي اكتشفته من إليفاريا. وويل بيقول ازاي قدرت تستخدم سحر إليفاريا؟ فبيضحك وبيقول له موهبة، مش محتاج أعمل حاجة، تعلمت الفن السري ده بالتدريب لوحدي. وحتى يعني إليفاريا دي مش جامدة أوي كده، أديني بقدر أستخدم فن سري من فنونها اللي محدش في العالم كله قدر يستخدمه. وفي يوم من الأيام هاخد مكانها في الماجيا فيندر. ولكن
ولكن في تلك اللحظات ويل بيكسر الجليد وبينطلق بسرعه. يوليوس فيوليوس بيضحك وبيهجم عليه بضربه قويه جدا، بس بوم ويل بيدمرها بكل سهوله، وكل النسخ بتهجم على ويل، بس ويل بيتصدى ليهم، بس نسخ يوليوس بتقرب من ويل، وفجاه يوليوس بيرفع ايده ودلوقتي هوريك القوه الاعظم في العالم. وفجاه نسخ يوليوس بيخرج منهم شعاع مرعب جدا، وهوب فجاه بيتحولوا لحاجز. مستحيل، ده حبسني هنا، ويل مش قادر يخرج من الحاجز. وفجاه بيظهر الرعب اللي بيسمر كل الجماهير من الصدمه، هجوم مرعب جدا ونازل على ويل من السماء. خلاص دي نهايتك يا ويل. حجر الجليدي بيترزع فوق ويل، رزعه بتزلزل الارض كلها، والعالم كله في ذهول من الرعب والطغيان اللي شايفينه. ويوليوس بيقول اديكوا شفتوا دلوقتي، وبعد ما قدرت استخدم الفن السري الاسطوري فسحري لا يقهر، وانا اثبت لكم ان الاحق باني ابقى خليفه اليفاريا. وتعلو صيحات الجمهور انبهارا بالقوه الهائله اللي شافوها. وفي الوقت ده ايريس بتقول لنفسها عمل كل ده عشان يستعرض قوته، ولعب واللعب حرفيا وكانه ويل فار بين ايده، بس مش بالسهوله دي يا يوليوس. في تلك اللحظة بيكسر الحجر الجليدي وبيخرج منه، ويوليوس بيتصدم ازاي. ودلوقتي استعد يا يوليوس عشان تقابل الطاغي والكارثة اللي بجد. يوليوس بيغضب وبيهاجم بضربات كتيرة، بس فجأة ويل بيظهر ورا اصحاب يوليوس، بوم بيفشخهم في لمح البصر. كل الناس بتتصدم، قضى على 2 في نفس اللحظة. مش كده وبس، فجأة كل نسخ يوليوس بتتدمر. ايه ده يا جدعان، وايه اللي بيحصل؟ ويل بيقول له كنت بتستمد قوتك من صحابك مش كده؟ انت اخرك تستخدم سحر إلفي لمدة صغيرة مش اكتر، انت بعيد كل البعد عن منافستها. فيوليوس بيشيط غضبا. في الوقت ده إلفي بتقول يوليوس رينبرج قوي ومدهش وكل حاجة، بس لا يمكن يبقى خليفتي، عشان خليفتي هو اسطورة ومعجزة جديدة بيقاتل بسيفه وبس. ايوه هو ده عمنا ويل سيلفورتو، واللي بيقول ليوليوس سحرك مش كامل، تقبل الحقيقة، انت ما بتقدرش تتحكم بالفن السري. فيوليوس بيغضب اكتر وبيهجم على ويل بس من غير فايدة. وفجأة بيظهر نسخه من تاني، انا هجمد لسانك عشان ما تقدرش تتكلم تاني. وبيهجم على ويل بس ويل بينط عليه جدا، وبيهجم على ويل بضربات كتيره وما بتخلصش. يوليوس بيقول حتى ولو تصدت لهجماتي فانت مستحيل تقدر تعرف مين فينا النسخه الحقيقيه. بس بوم في لمح البصر ويل بيظهر قدامه وبينط، وبوم بيصيب يوليوس بضربه قويه. ويوليوس مش مصدق، ازاي عرفت ان انا الحقيقي؟ فبيقول له سحر إلفي انا حافظه من صغري، درجه حراره النسخ مختلفه عن الحقيقي، وكمان بيظهر تحت النسخ جليد صغير. فيوليوس بيتصدم، ازاي واحد زيك عارف التعويذه اكتر مني؟ فويل بيقول انا وإلفي صحاب من الطفوله، وانا عارف كل سحرها ودرسته وفصلته اكتر منها حتى، وعشان كده استسلم يا يوليوس، انا عارف كل نقاط قوه وضعف سحر إلفي. فيوليوس بيزعق ازاي دي الاسطوره إليفاريا وده سحرها واحده من الماجيا فيندر، مستحيل حقير زيك يتفوق على سحر الماجيا فيندر. وبيهجم على ويل بس خلاص ما قدامكش اي فرصه يا يوليوس. ويل بيقول له بس انت عارف مفيش ساحر في العالم لحد دلوقتي قدر يقلد سحر إلفي ما عدا انت، بس احب اقول لك ان الفن السري اللي انت بتستخدمه ده إلفي اخترعته وهي عندها 2 سنين بس. اوبا صدمة نزلت كالصاعقة على يوليوس وكل الموجودين. ويل بيقول يعني قاعد تتباهى بقوتك وتقول انا خليفتها وانت اصلا بتتفشخر بسحر وكمان مش متقن، وسحر هي اتقنته وهي عندها 2 سنين بس. دي جامدة قوي دي يا جدعان. يوليوس من الصدمة مش قادر يتكلم، بس بيقف وبيضحك بعلو صوته، ده بينه اتجنن ولا ايه؟ بس بيغضب وبيخرج اقصى قوة عنده، وهوب فجأة بيخرج 8 نسخ. ده بيتشاقى باين يا جدعان، وبيضحك وبيقول انت فكرت ان اخري 4 مش كده؟ بس لا، ودلوقتي هبيدك يا ويل. انا اسف يا يوليوس بس دي نهايتك. ويوليوس يشط غضبا وبيهجم بوابل جبار جدا، بس خلاص يا يوليوس انت الان في حضرة الاسطورة وصاحب القوة الاعظم على وجه الخليقة. ويل بيتحرك بسرعة وبيدمر في النسخة الاولى وبيجري على الثانية وبوم، وكمان الثالثة بيدمرها وبيخش على اللي بعده. يا هنا يا سعده، نازل ضرب وتدمير في نسخ يوليوس ومفيش ولا هجوم قادر يوقفه، حرفيا طغيان ما بعدها طغيان. ويوليوس بيجري من رعب ويل بس خلاص هتروح فين؟ بس ويل بيجيبه وبوم بيديله بوكس بيعمل له ريستارت على طول، وكل الموجودين بيتصدموا من العظمة اللي شافوها ومحدش مصدق ويل سيلفورت اللي ما عندوش ذرة
السحر فشخ يوليوس اللي يعد اقوى ساحر في الاكاديميه، وكمان تغلب على سحر اسطوري من سحر إليفاريا. وبعدها بتيجي كولت ومعاها شيون، وخلاص دلوقتي محدش هيقف قدام ويل، وكل اللي متبقي هو انه يستحوذ على التاج. ولكن في تلك اللحظه هوب فجاه بيظهر فيجنال قدام التاج وبيلبسه. يا ابن الغداره، ده كان قاعد ومستنيهم يخلصوا عشان ينطلق ويخطف التاج. مفاجاه غير متوقعه، واللي بيكسب البطوله هو فريق فيجنال. بس طبعا العالم كله شاف وعرف ان ويل سيليفورت هو اقوى طالب في المملكه بالكامل. وهنا إليفاريا قاعده بتصوت، يخرب بيتك يا ويل، فضحتني في وسط المملكه كلها. نرجع تاني لساحه المعركه وشيون مصدوم، حتى يوليوس ما رحمتوش يا ويل، بس وعد مني انا اللي هقدر اهزمك في النهايه. وبيمشي وبيمر الوقت وبيجي الليل، وهنا في المطعم ويل وكولت وروستي بيحتفلوا مع الاقزام بانتصار ويل الساحق على يوليوس وفريقه. وكمان يوليوس يعتذر للاقزام، ومش بس كده، ده خلوه يشتغل في المطعم ويغسل الاطباق وكمان مع اصحابه. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وبنعرف ان قرب جدا الاختبار العملي لكل الطلاب. والاختبار ده كل الطلاب بينزلوا الديماس ويقاتلوا وحوش قويه جدا ويجمعوا اكبر عدد من النقاط. وفي الوقت ده اصحاب شيون بيوقفوا ويل وبيطلبوا منه انه ينضم لفريقهم. فواحد بيقول له احنا بصراحه بنعترف بقوتك الهائله، بس بيجي 3 تانيين وبيقولوا لا ويل هينضم لفريقنا احنا. وبيجي كمان 2، وبعدها طلاب كتير بيتلموا حوالين ويل وبيتشكلوا عليه يا مغير الاحوال. وطبعا كل فريق عاوز ويل معاه عشان يضمنوا الفوز وانهم ينجوا من المجزره اللي هتحصل في الديماس. بس كولت بتوقفهم وبتقول لا ويل مش هيروح مع حد فيكم. بس في بنت بتقرب وبتمسك ايد ويل وبتقول لا ويل الجامد هينضم لينا مش كده. فكولت بتغير منها وبتمسك ويل وبتقول لا ويل مش فاضي، هينزل معايا بكره نخرج نتسوق مع بعض. اوبا دي كولت خرجت عن السيطره على الاخر. وبيمر الوقت وهنا ويل بيقول لروستي انه رايح بكره يتسوق مع كولت، فبتصمم انها تروح معاهم. وبيجي اليوم اللي بعده ويل بيروح يقابل كولت وبتكون مكسوفه جدا. وفي اللحظه دي بتيجي روستي وكولت بتقول ايه ده اللي جابها دي، بس روستي بتاخد ويل وبتمسك ايده. فكولت بتغير جدا، لا وكمان روستي بتغيظها، فكولت بتتغاظ جدا. وبعدها بيمر الوقت وروستي بتحاول تسرق كل اللحظات مع ويل. وبعدها هنا ويل ماشي لوحده، فبتظهر وراه ليهانا اوينزوس صاحبه اعلى عدد نقاط في المملكه كلها، وبتقول له تعالى معايا عشان في موضوع مهم. وبيروح معاها وبيدخلوا القصر بتاع عيلتها. واول ما بيدخل الاوضه بيلاقي الجماعه كلهم بسم الله ما شاء الله مجتمعين، الاقوى في الاكاديميه كلها. فليهانا بتقول طبعا كلنا عارفين ان الاختبار العملي هيبدا، وانا عاوزه اننا نشكل فريق احنا ال5 بما اننا اقوى 5 في المملكه كلها. اوبا ده هيكون فريق فتاك ده يا جدعان. بس شيون بيغضب، ازاي انت عاوزاني اشكل فريق مع عدوي؟ وكمان يوليوس بيرفض وشيون بيروح لويل. بس في اللحظه دي هوب فيجنال بيظهر سحر الوهم بتاعه وبيوقفهم. اهدوا كده يا شباب في ايه؟ وبنعرف ان ده سحر الوهم اللي بيتميز بيه سلاله الالف. وبعدها ليهانا بتكمل كلامها وبتقول ويل عنده قوه وقدرات مش عندنا كلنا، فهينفعنا كتير في الديماس. فيوليوس بيعترض وبيقول ده حتى ما بيقدرش يستخدم سحر البحث، مستحيل يقدر يقاتل معانا في وسط ظلام الديماس. وكمان شيون بيعترض. ففيجنال بيقول ايه انتوا الاتنين بتعترضوا على انضمامه ولا كانه ما مسحش بكرامتكم الارض في البطوله؟ ده يا راجل كان جايبكم الارض ومع الرأفه كمان. اوبا اديها لهم في دماغهم دي يا جدعان. فيوليوس بيقول له طب ما ليهانا بتتفوق عليك في النقاط. فبيقول له مظبوط، وعشان كده هي الوحيده فيكم كلكم اللي بحترمها وبعمل لها حساب. وليهانا بتقول هدفي من اجتماعنا مع بعض مش بس اننا نضمن نجاتنا باقل الخسائر في الديماس، لا انا هدفي اننا نفتك باي وحش يقابلنا ونحصل على عدد هائل جدا من النقاط ونتعمق لحد ما نهزم الزعيم ونثبت للماجيا فيندر اننا قادرين نقتل الزعيم. فويل بيعجبوا الكلام وبيوافقوا كلهم. وبعدها ويل بيرجع وبيقول لكولت وروستي انه هيخوض اختبار العملي مع فريق ليهانا. دي هتولع على الاخر يا صديقي. وبيجي اليوم اللي بعده والمعلم واركنر بيشرح الاختبار وبيقول لاول مره هيتفتح الطوابق من السابع لحد العاشر، وطبعا هتقابلوا وحوش ضخمه ومرعبه لاقصى درجه، وهنعمل معسكر هناك عشان هنقعد اسبوع كامل. والمعلم ادوارد بيقول وده اصعب اختبار في كل السنين عشان اكيد ان في ناس منكم هتموت، واللي هيتبقى هو الذكي والقوي مش الهمجي والمتهور. لازم كل خطوه يتعمل لها 1000 حساب. وبيمر الوقت وبيجي وقت بدء الاختبار، وهنا بينزلوا
الطابق السادس، واللي بيكون موجود هناك المعسكر. وكانت بتروح مع ويل والباقي والمعلمين بيقولوا ان في معسكر في كل طابق من السادس لحد العاشر، وفي هناك معلمين موجودين معاكم، واهم حاجه انجوا بحياتكم مهما حصل. وبيبدا الاختبار وفريق ويل بينطلقوا بسرعه، وفجاه بيظهر سرب كامل من نمل الكاميرا. ويل بيكون هيهجم بس فيجنال بيقول له لا، ليانا تتصرف. فجاه ليانا بتنطلق بسرعه مرعبه جدا وبوم بتفرتك كل السرب بضربه واحده، ويل مصدوم من قوتها الهائله. فيجنال بيقول عيله اوينزس هم سلاله فرسان ومختصين في قتال المسافات القريبه، وبعدها بيكملوا طريقهم. ويل بيفتكر كلام واركنر وهو بيقول له انت عارف يا ويل سحر البحث هو اساس كل ساحر في الديماس، بيقدر يحدد بيه اماكن الاعداء والوحوش، ومن غيره اي حد هيتوه في ظلمات الديماس. وفعلا ويل مش قادر يعمل حاجه، ولهانا وفيجنال ويليوس وشيون نازلين ضرب في الوحوش، ويل واقف مش لاحق يعمل حاجه، وده لانهم بيكتشفوا اماكن الوحوش قبله بسبب سحر البحث. بس ويل اخيرا بيقضي على وحش. في اللحظه دي فيجنال بيفعل سحره وبوم بيفرتك كل الوحوش في لمح البصر، ويل مصدوم ده قتلهم كلهم بضربه واحده. وفيجنال بيقول انت قاعد بتعيقنا وبس يا ويل، وكمان مش قادر تأدي دورك اللي جايبينك علشانه، وبنعرف انهم جايبين ويل كدرع ليهم. فلهانا بتقول هو بس مش ملاحق يقوم بدوره، وعلى ما اعتقد هيقدر يقاتل قدام الوحوش القويه. وبعدها بيكملوا ماشي، ويل محبط جدا عشان حاسس انه بيعيقهم مش اكتر، ومفيش حاجه قادر يعملها قبلهم، وكل اللي بيعمله دلوقتي هو انه شايل لهم المعدات والاكل. وبيمر الوقت وبيقفوا يستريحوا شويه، وفيجنال بيصدر سحر الوهم بتاعه عشان يبعد الوحوش عنهم، ويل بيوزع عليهم الاكل وبيروح يدي لفيجنال حصته. فبيقول له اقف عندك حط الاكل على الارض وانا هروح اخده، عشان احنا الالف ما بنسمحش لاي حد يلمسنا. فكلت بتقول له انت بتقول ايه كلنا في فريق واحد؟ فبيقول لها لا معلش انتوا سحر عاديين انما انا الف، والشخص الوحيد الجدير باحترامي في الفريق ده هي ليهانا وبس. يا ابن المتكبره ده رخم قوي الواد ده يا جدعان. ويل بيقول لنفسه الالف جايين من عالم تاني زي الاقزام، بس فرق السما والارض بينهم، فالالف قوتها هائله لاقصى درجه وبيقدروا نفسهم جدا، وملكتهم واحده من الماجيا فيندر. وبعدها ليهانا بتقول اخش في الموضوع على طول، احنا جايين كل ده وجمعتكم كلكم عشان نقضي على زعيم الطابق العاشر، وقيمته تقدر ب 110 نقطه. يعني قوته مرعبه لاقصى درجه وتوازي قوه ساحر عظيم من الماجيا فيندر. وليهانا بتقول بس مع بعض نقدر نهزمه ونتفوق على قوه ساحر من الماجيا فيندر، وعشان نقدر نعمل كده فلازم نقاتله واحنا بكامل قوانا، فهننطلق عليه باقصر طريق ممكن. وفي تلك اللحظات بيكون في اتنين وواحد منهم ما عندوش راس. ايه ده مين دول يا جدعان؟ والصدمه الاكبر انهم قتلوا معلمين الطابق العاشر. ايه اللي بيحصل هنا يا جدعان؟ وهنا فريق ويل مكملين طريقهم وبيلاحظوا حاجه غريبه، كل الوحوش متفرتكه، بس ازاي واحنا اول ناس وصلنا هنا؟ بس بيكملوا طريقهم وبيوصلوا لمكان الزعيم، وكانت الصدمه الكبرى، ده الزعيم مقتول وجثته متشرحه، كلهم بيتصدموا وبيستخدموا سحر البحث. ازاي؟ مستحيل، مين اللي قدر يقتل الزعيم؟ ومحدش مصدق اللي شايفه، ازاي زعيم بالقوه الجباره دي اتقتل؟ معنى كده ان في حد قوته اعلى من ساحر عظيم، بس هم مش لاقيين اي اثر لحد. وفي الوقت ده ويل بيفتكر لما واركنر قال له ان سحر البحث له نقط ضعف، وفي نوع مرعب من الوحوش بيقدروا يتجنبوا والسحر ما بيكشفهمش. فويل بيركز، فجأة بيحس بحاجة فوقهم فبيبص، وكانت الصدمة الكبرى فوقنا يا جدعان، والوحش بيهجم عليهم بضربة جبارة جدا. بوم ويل بيخفف الصدمة عنهم، بس فجأة الوحش بيظهر ورا فيجنال وبوم بيرزعوا خبطة بتفشخه حرفيا. وكلهم هيهجموا عليه مرة واحدة، بس بوم الوحش بيدمر الأرض كلها، والديماس كله بيتزلزل من الضربة حرفيا، وكل الطلاب بيحسوا بالزلزال. هو ايه اللي بيحصل؟ وهنا ويل والباقي بيتوهوا من بعض. مستحيل، احنا وقعنا في الطابق ال11 واللي بيمتد لحد الطابق ال15. صدمة بكل المقاييس. ليهانا بتقول الطوابق دي قوتها خطيرة ومرعبة لأقصى درجة، وشيون بيكون مع يوليوس وبيقول مستحيل، سحرة البرج بس هم المسموح ليهم ينزلوا الطوابق دي. دي كارثة يا جدعان. وهنا ويل وقع مع فيجنال واللي مغمى عليه من الضربة اللي خدها من الوحش الجبار اللي محدش يعرف جه منين ده. وفجأة بيظهر وحش ضخم جدا، بس ويل بيفرتكه في لمح البصر، وفيجنال بيصحى ومصدوم. معقولة ويل قدر يقتل الوحش ده لوحده؟ ويل بيمد ايده عشان يساعده، بس فيجنال بيبعد ايد ويل. ابعد عني، انا الف، انت نسيت انا مين ولا ايه؟ بس ويل ما بيشغلش نفسه بكلام الكلب فيجنال ده، وبيقول لنفسه اهم حاجة دلوقتي هننجو من هنا ازاي؟ اقصى مدة نقدر نعيشها هنا هي 24 ساعة بس، مش اكتر من كده، وكمان لازم نتجمع كلنا باسرع وقت، والا الوحوش اللي هنا هتفرتكنا من غير ما يسموا حتى. بس الكارثة
لسه ما وصلتش لحد ظهور الوحش الجبار ده وبس، ده الدنيا اتقلبت في كل المعسكرات والوحوش هجمت عليهم كلهم ودمرت كل المعسكرات. والمعلم واركنر بيكلم معلمة الطابق الثامن، ايه اللي بيحصل عندك بالظبط؟ فبتقول له هيجان، الوحوش كلها هجمت علينا فجأة ودمرت معسكرنا. فبيقول لها طب وبقية المعلمين اللي في الطوابق الثانية؟ فبتقول له للأسف اتقتلوا، في حاجة قطعت رؤوسهم بكل وحشية. دول الاثنين الغراب اللي ظهروا في الطابق العاشر يا جدعان. واركنر مصدوم، ازاي؟ ايه سبب كل ده؟ بس اكيد مش صدفة. في اللحظة دي المعلم ادوارد بيجري بسرعة، يلا بسرعة يا واركنر، في حد خطير جدا ظهر تحت ولازم نلحق الطلاب بسرعة والا هتكون مجزرة بشرية بالمعنى الحرفي. وهنا ويل ماشي هو وفيجنال، ويل بيقول له استريح انت وما تقلقش، لو ظهرت اي وحوش سحرك ما يقدرش يكشفها انا وقطتي كيكي هنقدر نتعامل. ونعرف ان كيكي دي حيوان سحري وقوتها كبيرة جدا، وكمان في حجر سحري في راسها بيقدر المعلم واركنر يتصل بيه ويشوف ايه اللي بيحصل مع ويل. في اللحظة دي بيظهر وحشين قدام ويل، واحد من ورا، فويل بيقول له قاتل انت الوحش اللي ورا، ويل ما بيتفهمش وبينزل دعك فيهم وبيشرحهم حرفيا. وفيجنال مصدوم، ازاي بيقدر يقاتل وحوش الطوابق دي بالهدوء الغريب ده، وبيكون محبط جدا. وفجأة الوحش بيهجم عليه وفيجنال بيستخدم سحر الالف، فويل بيزعق لا الوحش ده ما ينفعش قدامه الوهم. فيجنال بيترعب جدا والوحش خلاص هيقضي عليه، وفيجنال بيصرخ من الرعب. بس فجأة ويل بيرمي السيف على الوحش وبيجري بسرعة هائلة جدا، بوم بيفلق الوحش نصين في غمضة عين. اوبا يا حلاوتك وجمدانك يا ويل. وفيجنال محبط جدا، انا حتة فاشل. فويل بيحاول يواسيه بس بيقول له كل الالف قدروا يطلعوا البرج الا انا الفاشل الوحيد في الالف، وكل ده بسبب سحر الوهم بتاعي، فهو مش كامل بتاتا وملوش اي تأثير مادي ويعد اضعف سحر بين الالف كلهم. فويل بيقول له بس انت التاني في عدد نقاط الاكاديمية وكمان تعد من الثلاثة الاقوى. فبيقول له انت فاهم غلط يا ويل، كل طلاب الاكاديمية ما الا بقايا ضعاف، زي ما قالت لهانا بالظبط، دفعتنا والاصغر مننا سنا كلنا ضعفاء وبعيدين كل البعد عن قوة سحرة البرج. ولهانا بتتكلم، انا رحت هناك وشفت بعيني اضعف حد فيهم يقدر يبيدنا كلنا وكأننا تراب قدامه، وشفت بعيني اشخاص قوتهم لا تصدق بالمعنى الحرفي، ومنهم بنت كانت في سني وبتدرس معايا ودلوقتي بقت ساحرة الجليد العظيمة إليفاريا، واحدة من اقوى ساحرة الماجيا فيندر. يعني كل قوتهم دي ولا حاجة مقارنة بسحرة البرج اللي محدش يعرف عنهم حاجة. وهنا فيجلان بيقول حتى البنت اللي اتربيت معاها سابتني الفشلي وبقت دلوقتي ملكتنا واحدة من الماجيا فيندر، بس انا عشان اداري على فشلي استغليت اننا في الاكاديمية كلنا ضعاف فتنمرت وتكبرت عليكم. فويل بيقول له طب يا عم ما احنا فينا شبه من بعض برضه اهو، انا برضه عاوز اطلع البرج واقابل حبيبتي وصديقة طفولتي. ومن الناحية التانية كولت بتقول لليهانا انتوا قاعدين تقولوا كده ومحبطين بسبب ضعفكم مع ان عندكم الموهبة، انا اعرف واحد ما عندوش ذرة موهبة بس انا متأكدة ان مفيش حاجة هتقدر توقفه. وطبعا قصدها على الاسطورة ويل. وهنا فعلا ويل نازل فشخ في كل حاجة تقابله ومش راحم. وفيجنال مصدوم، ازاي بيقدر يعمل كل ده وقدام وحوش كلهم من المستوى الخطير؟ وفيجنال بيقول انت ليه بتحميني كل ده؟ تخلى عني، ده حتى اهلي وسلالتي كلها تخلوا عني. بس في اللحظة دي ويل بيحس بحاجة، ايوه ده الدماس بينتج وحوش مرعبة جدا. وفعلا فجأة بيظهر 3 مخلوقات نارية، فويل بيتصدم وبيرمي عليهم المتفجرات بسرعة وبياخد فيجنال وبيبعده. ويل بيفجرهم بانفجار هائل جدا. وفيجنال بيقول ايه دول؟ فبيقول له دول مخلوقات نارية وحوش من فئة الكارثة، والواحد منهم يقدر ب 11 نقطة. وبنعرف ان الوحش اللي بيساوي 11 نقطة فهو يوازي في القوة ساحر يمتلك 11,000 نقطة، يعني الواحد منهم يوازي قوة ليهانا اللي تعد اقوى ساحرة في الاكاديمية. وكمان الهجمات الجسدية والسحرية ما بتأثرش فيهم، الحاجة الوحيدة اللي بتنفع معاهم هي وهم الالف، وعشان كده انت لازم تساعدني بقوتك. فبيقول له مش هقدر، انا قلت لك ان الوهم بتاعي مش كامل وملوش اي تأثير مادي. فويل بيقول له ما تجرب يا عم. فبيقول له بس لو فشلت ممكن يكلفك حياتك. فبيقول له ما تقلقش مش هموت. ويل بيهجم بسرعة بس هجماته ما بتأثرش فيهم. فيجنال بيفعل قوته وبيهجم بس لا حياة لمن تنادي، انا فشلت وفشل هيؤدي لموته. والوحوش بيهجموا كلهم على ويل بقوة كبيرة جدا، بس كيكي بتنط وبتتصدى ليهم مع ويل بقوة كبيرة جدا. ويل بيزعق يلا يا فيجنال حاول تاني وهتقدر. وفيجنال بيقول انا خلاص زهقت من تنمرهم عليا، وثقة ويل فيا هي الحاجة الوحيدة اللي المفروض اهتم لها. وفعلا بيتشجع وبيقوم وبيخرج كل قوته وبوم بيسيب الوحوش فعلا، واخيرا بينجح ويستخدم الوهم الكامل. ويل بيبص له هوب فيجنال بينحليله. ويل سيلفورد انا بطلب منك تسامحني على وقحتي معاك قبل كده، انت محارب تستحق ان نحيلي لك. فويل بيقول المهم دلوقتي لازم نلاقي بقية فريقنا. وهنا شيون ويليوس ماشيين وفجأة شيون بيزقه وبيستخبوا، اهدى عشان في سرب وحوش هائل جدا جاي علينا. وفعلا بيظهر وحوش اقوياء وكتيرة جدا، فيوليوس بيترعب بس شيون بيمشي وبيكون رايح لهم وبيقول يلا قوموا
وقاتل بكل قوتك وهنقضي على كل دول مهما كان الثمن. شيون اتغير خالص يا جدعان وقوته زادت بشكل هائل جدا، وكل ده بفضل تحديه للحراق والمشطشط ويل. ومن الناحيه الثانيه هنا في المعسكر سرب الوحوش بيهجم على الطلاب وكلهم مرعوبين، بس في واحد بيقع وخلاص الوحش هيدوسه، بس في اللحظه الاخيره القوه المطلقه المعلم ادوارد بيفرتك السرب كله بضربه واحده. جامد برضه ادوارد ده يا جدعان. وكمان بيجي واركنر بالتنين بتاعه وبياخد ادوارد معاه وبينطلقوا بسرعه بالطابق اللي تحت، وادوارد بيساله عن الطلاب الباقيين فبيقول له كلهم هربوا ومحدش تعمق عن الطابق الثامن، بس فريق واحد بس هم اللي تعمقوا. فبيقول له فريق لهانا مش كده، والمفروض على حسب مخططهم فهم كانوا متجهين لزعيم الطابق العاشر، بس هنلاقيهم ازاي في وسط مدعكه الوحوش دي؟ فواركنر بيقول له ما تقلقش انا بقدر اتصل بحجر قطه ويل السحري، وبيتصل فعلا بالبلوره بتاعته وبيقول مستحيل دول في الطوابق المحظوره وعدوا الطابق العاشر. وهنا ويل وفيجنال بيجروا بسرعه وبيلاقوا شيون ويوليوس واللي كانوا خارجين من مجزره حرفيا، وهنا لهانا وكولت واقفين، وفجاه بيظهر قدامهم معلم وكولت بتكون رايحه له بس لهانا بتوقفها، لا في حاجه غريبه، وفجاه راسه بتقع وبيكون ده الكائن اللي ما عندوش راس، فالاتنين بيتصدموا، بيكون شايل راس المعلم التاني، وبيجي الشخص اللي معاه وبيقول له انت يا غبي انا مش قلت لك خلص على كل اللي كانوا في الطابق العاشر؟ اللي جاب البنتين دول هنا؟ فبيقول له نعرف نزلوا هنا ازاي اصلا؟ تلاقي الديوك العظيم دمر المكان كله فهربوا لهنا. ده هم اللي اطلقوا الوحش الاسطوري ده، وكنت مرعوبه جدا، دول قتلوا المعلمين، وبتزعق انتوا مين وايه اللي جابكم هنا؟ فاللي ما عندوش راس بيفجر دماغ المعلم وبيقول احنا اشرار عاديين هدفنا ندمر السماء بتاعتكم. دول قصدهم على حاجز الماجيا فندر، ايوه دول اكيد من قوى الظلام والغزاة اللي عاوزين يغزوا عالمنا. واللي ما عندوش راس بيقول بس دلوقتي هضطر اقول لكم باي باي، وبيهجم عليهم بضربه مرعبه جدا وخلاص هيموتوا، بس بوم في لمح البصر بيظهر ويل وبيتصدى لضربتهم وبيوصلوا كلهم، واللي ما عندوش راس بيكون هيهجم، بس ويل بيهجم بسرعه لازم نقتلهم قبل ما يقتلونا، بس بوم بيسيبهم بضربه قويه جدا بتطيره، وبيضحك وبيقول عاوز اشوف رؤوسكم الجميله دي بتقول ايه، بس اللي معاه بيسحبه وبيقول له ما عندناش وقت لكل ده، في حاجات اهم قدامنا. واللي ما عندوش راس بيقول يا خساره بس خلاص هسيبه يفترسكم يلا يا ديوك، وبيمشوا. فجاه بتظهر بوابات استدعاء، مستحيل معقوله اوعى يكون هيستدعيه تاني، بوم بيظهر فعلا الوحش الكارثه اللي كان في الطابق العاشر والمصدوم، وبيقول مستحيل ده الديوك العظيم الوحش الكارثه اللي تقدر قيمته ب 270 نقطه. صدمه بكل المقاييس، ده معنى كده ان قوته تقدر بقوه سحره يمتلكوا 270 ألف نقطة. اوبا يعني عشان يموت لازم تجتمع قوة سحرة الماجيا فندر كلهم عليه. صدمة نزلت عليهم كالصاعقة، في اللحظة دي الوحش بيهجم عليهم بضربة مرعبة جدا وبتدمر في المكان، وكلهم بيجروا ويستخبوا، بس فيجنا لسه واقف وبيحاول يوقف الدوج بسحره ولسه هيجري. بوم الوحش بيخترق سحره بكل سهولة وبيهجم عليه بنفس الضربة الفتاكة، بس ويل بيجري وبيلحقه والوحش بيهجم عليهم مرة تانية، بوم بس بيحاول يستخبوا في اللحظة الأخيرة. وكولت بتقول ايه الوحش ده؟ فويل بيقول ده الديوك العظيم وحش من مستوى الكارثة وده زعيم الطابق ال25. كلهم بيتصدموا ايه اللي جاب واحد من زعماء الديماس كله لهنا؟ فلهانا بتقول اكيد ده له علاقة بالاتنين اللي ظهروا فجأة، وبعدها كل الوحوش بتدور عليهم ومحاصرين المكان كله ومفيش اي مهرب وكلهم محبطين. معقولة خلاص هنموت؟ بس ويل بيتكلم خيارنا الوحيد هو اننا نقتل الديوك العظيم. فبيتصدموا لو قدرنا نقتل زعيم اكبر زي الديوك فكل الوحوش هتبعد من هنا وهنقدر نهرب. فيوليوس بيقول له انت عبيط تعوزنا نقتل وحش من فئة الكارثة؟ ده حتى لازم الماجيا فندر يجتمعوا كلهم عشان يقتلوا وحش بالجبروت ده. فبيقول له انا عندي خطة. فيوليوس بيقول له حتى ولو، مين اللي هيثق في خطتك المجنونة اللي عاوزة تقتل كارثة زي الديوك؟ ففيجنال بيقول انا واثق في ويل، حكمته وقوته انقذتني كتير من اول ما وقعنا هنا. وكولت بتقول ويل اقوى واحد شفته في حياتي يقدر يقاتل في الديماس، وشيون كمان بيوافق. ولهانا بتقول شكلي كنت غلطانة من الاول، انت يا ويل ما كانش مفروض تبقى درع لينا، لا كان المفروض من الاول تبقى قائدنا كلنا واثقين فيك. اذا ويل سيليفورت وجه لنا الاوامر واحنا هننفذ اللي هتقوله. ويل بيروح ليوليوس انا محتاج قوتك وهعلمك فن سري لإيليفاريا محدش يقدر يستخدمه غيرك. وبعدها ويل بيجري قدام الديوك وكلهم واقفين فوق، وفي اللحظه دي يوليوس بيظهر نسخه وبيلقي تعويذه هجوم الجليد المطلق، والديوك بيكسر في نسخ يوليوس بس ده ما بيأثرش على التعويذه. ايوه ده هو الفن السري اللي ويل علمه له، دي الطريقه عشان يلقي تعويذته القصوى اللي بتاخد وقت كبير جدا من غير ما تتأثر بتدمير النسخ. ويوليوس بيطبق
الخطه بالحرف وبيقرب انه يطلق الهجوم الاقوى. وويل بيقول يلا نشتت انتباه الديوك كلنا، وبيعملوا كده فعلا بس من غير اي فايده، مفيش حاجه بتاثر فيه. وبعدها ويل بيهجم عليه بسرعه من ظهره بوم، بيزلزل الارض كلها بس الديوك ولا بيتهز حتى، وبيطير ويل في الهواء. ويل بيقول زي ما قريت في الكتب بالظبط اجنحه الديوك العظيم لا تقهر وقوتها مرعبه جدا، بس مفيش مشكله هنشغل الديوك على ما يوليوس يخلص. ويوليوس بيخلص فعلا وبيهجم باقصى قوه عنده بوم، هجوم مطلق بالمعنى الحرفي. بس للاسف حتى الهجوم الجليدي المطلق ما بيأثرش فيه. مستحيل، هنعمل ايه؟ ما قدامناش فرصه قدام الوحش الجبار ده. بس لا، كان في خطه بديله، وهي ان هنا يجي دور هجوم ليهان الفتاك، وفعلا بتنطلق بسرعه مجنونه جدا. بس بوم، فجاه بيظهر حاجز سحري وبيوقفها. ازاي؟ مش معقوله، ده الساحرين اللي استدعوه القوا تعويذه حمايه من الفئه العليا على الديوك. اوبا، والديوك بيهجم على ليهانا ويل بيمسكها وبيحاول يفادي الهجوم بس ما بيلحقش. بس كيكي بتفعل الحاجز بس بوم، الحاجز بيتسمر وكمان نضاره ويل بتتكسر. ويل بيفادي ليهانا وبياخد الضربات كلها في جسمه، والمعلم واركنر مصدوم. ازاي في ديوك عظيم هنا؟ فادوارد بيقول لي بسرعه لازم نروح نساعدهم حتى على ما توصل المساعدات. وهنا ويل في حاله صدمه ومش قادر يتحرك، والديوك بيقرب عليهم. فليهانا بتقول خدوا ويل واهربوا كلكم وانا هحاول اعطله حتى لو كلفني ده حياتي، دي مهمتنا احنا الفرسان في الحروب. ففيجنال بيقول لها انا هفضل معاكي، وبيهجم على الديوك فعلا بكل قوتهم، وفيجنال بيكتفه والهانا بتهجم باقصى سرعه عندها. بس خلاص ما قدامكوش فرصه قدام طغيان هذا الوحش. بيصرخ بعلو صوته بيجيبهم الارض، وشيون مرعوب جدا. لازم نتقبل الواقع، خلاص مفيش مفر، احنا هنموت من غير شك، وحتى لو وصلت المساعدات محدش هيقدر يقف قدام الجبروت ده. في اللحظه دي ويل مرعوب وخايف جدا وبيقول اضربني يا شيون، فوقني، انا جسمي كله بيترعش. وشيون بيضربه كتير جدا بس فجاه ويل بيمسك ايده شكرا ليك يا شيون، وبيقف وبيمسك سيفه. كوليت خدي بالك من قطتي كيكي، وبيجري على الديوك. فشيون بيقول ازاي هو مش خايف؟ فكوليت بتقول له لا انت عمرك مسكت سيف، احنا السحرة بنهجم من بعيد، اما هو فلازم يقرب من الخطر لحد خطير جدا. هو دلوقتي مرعوب جدا من جواه بس لازم يقاتل وما بيهربش ابدا. في كل هجوم بيهجمه حياته معرضه للخطر، ويل بيفادي ضربات الديوك وبيقول لازم عشان ضربات نتاثر فيه ندمر اجنحته دي. وكوليت بتهجم مع ويل بيقول ليهانا والباقي ما عادوش قادرين يقاتلوا، يعني ما عادش متبقي غير ويل وكوليت. بس في اللحظه دي ويل بيتصاب بهجوم بيجيبه الارض، ويل خايف جدا بس بيقف وبيبص لكوليت يلا يا كوليت. والديوك بيهجم عليه بضرباته فتاكه بس ويل بيتفادى بسرعه وبيسيب سيفه وبيرد عالي جدا. ايوه كوليت بتفهم الخطه وبتظهر سيف سحري قوي جدا، ويل بيمسكه وبيصيب الديوك بضربه مرعبه جدا وبيقطع جناح من جناحات الديوك. وشيون كمان بيقرب من الديوك جدا وبيطلق اقوى هجوم عنده، قوه هائله جدا يا جدعان. ولكن كانت خيبه الامل، كل ده ولا بيخدش الديوك حتى. خلاص ما عادش في حاجه يقدروا يعملوها، ده اطلقوا اقوى الهجمات المطلقه ولا اثر فيه، السحر مش نافع ولا السيف نافع، وكلهم خلاص فقدوا الامل في الحياه. ولكن في تلك اللحظات سيبدأ ظهور الأعظم في تاريخ البشرية. في اللحظة دي بلورا بتترمي قدام ويل وبتكون روست جات لهم وهي اللي رمتها. افتكر يا ويل السحر والسيف. وفي اللحظة دي بيفتكر ذكرى قديمة لويل لما كان طفل رضيع. امه بتقول لمقاتل اسطوري في يوم من الايام الطفل ده هيظهر القوة اللي محدش في الكون كله يقدر لها. ويل بيجري بسرعة على سيفه وبيزعق شيون اطلق كل سحرك عليا، وبيعمل كده فعلا. وفجأة بيحصل لأول مرة في تاريخ البشرية ظاهرة لم تحدث من قبل. ويل بيمتص كل سحر شيون في سيفه، والهانا والباقي مش فاهمين ايه ده. واركنر وإدوارد مصدومين، مش معقولة ويل يكون هو. ايوه الآن سيشهد العالم كله الطفل المعجزة وصاحب القوى الأعظم في تاريخ البشرية. ويل بيتحرك بسرعة جدا وعينه لونها بتغير وبيتفادى كل هجمات الديوك بكل سهولة، بس الديوك بيهجم عليه بأقصى قوته ولكن من غير أي فايدة. ويل بيخترق هجماته بكل سلاسة وبيهجم بكل قوته على الديوك، بيفلقوا نصين بكل طغيان وجبروت. الصدمة تعلو وجه كل من في المكان، قوة لم يشهد مثلها العالم من قبل. ويل بيقع على الأرض وبيجيب آخره ومش فاهم ايه القوة المطلقة دي ولا ايه اللي حصل، وكأنه اتحول فجأة وكلهم فرحانين. بس فجأة بيظهر جيش كامل من الوحوش وكأنهم احتاجوا أكتر بعد موت الديوك العظيم. محدش فيهم كلهم قادر يقاتل
بيقاتل بعد كده، وحش بيقرب من يوليوس وخلاص يقتله، بس هاركنر بيقول ايوه وصل لهناك، وفجأة بينطلق سحر جبار جدا وبوم بيبيد الجيش كله في لمح البصر. والمصدوم من الجبروت اللي شافه مين صاحب القوة دي، وبيبص فوق وبيلاقي مجموعة غريبة وشيهم مصدوم. مش معقولة ده هو، واللي اطلق السحر ده بيشيل الرداء من على وشه، وهاركنر وادوارد بيوصلوا. مش معقولة ايوه ده هو ملك الماجيا فيندر آرون، صاحب سحر الضوء واقوى سحر في العالم كله، وبيتكلم قتلتم بقوة كبيرة، بحييكم يا ابطال السحر. وكلهم بيفرحوا وبينحلوا له، وفي نفس الوقت اللي كل اللي موجودين مركزين على الملك، فويل مش قادر يشيل عينه من على المقاتل اللي واقف جنبه، وبينزل وبيروح لويل وبيضحك. دي مفاجأة كبيرة قوي، اذا انت وسيفك لسه عايشين، قول لي اسمك ايه؟ فبيقول له ويل سيلفورد. انت مين؟ فبيشيل الرداء انا فين، وبيمد ايده وبيسلم على ويل. اوبا مين الشخص ده يا جدعان؟ وشكله كده عارف ويل. ومن الناحية التانية الساحرين الاشرار بيلاقوا اللي كانوا بيدوروا عليه، السيف والشيطاني. واحد بيقول احسن اننا مشينا من هناك بسرعة، والا ما كناش هنفلت من ايد المرعبين دول، وبالذات الرخم فين ده. وبيمر الوقت، وهنا بيدفنوا كل الضحايا اللي ماتوا في الحادثة دي، وهنا ويلي والباقي في المستشفى بيستريحوا، والتساؤلات في بالهم كلهم مين الاتنين الاشرار دول، وليه قوتهم بالرعب ده. ويوليوس بيقول الحمد لله لولا فرقة الحاكم آرون ما كناش نجينا. وليانا بتقول وكمان ويل لولا قوته الجبارة دي ما كناش بقينا عايشين لحد دلوقتي. فشيون بيقول صحيح القوة الجبارة اللي اظهرتها دي يا ويل، وكلهم بيسألوه قول لنا يا ويل القوة دي. ويوليوس بيقول ما كنت تخرجها من الاول بدل ما بهدلنا كل ده. بس ويل بيقول لهم معرفش، انا فجأة شفت رؤية في عقلي ولقيت نفسي بعمل اللي عملته. وليانا بتقول اكيد دي ظاهرة ونوع جديد من القوة. وفي وسط ما كله بيتكلم عن قوة ويل، فويل كان دماغه مشغولة بالمقاتل فين ده، وبيقول انا ليه قاعد افكر فيه كل ده يا ترى. وفي الوقت ده بيكون المقاتل ده ماشي وبيروح عند المديرة، وبيديها نفس السيف اللي كان مع الاتنين الاشرار، وبيقول لها في الطابق ال40 قاتلنا 2 اقوياء جدا وكنا هنخلص عليهم، بس هربوا بسرعة وقدروا يقتلوا 20 مقاتل قوي من فريقنا. وبيقول لها السيف ده مرعب جدا بالنسبه لكم انتوا السحرة بالتحديد، وعشان السيف ده مضاد للسحر حرفيا. بس بعدها بيقول لها سيبك من كل ده، المهم ليه ما قلتليش عنه؟ اطفل النبوءة ليه ما قلتليش انه عايش لحد دلوقتي؟ فبتضحك وبتقول له ويل هو تلميذ في اكاديميتي وانا ههتم بيه. فبيقول لها اذا هسيبه لكم دلوقتي، بس هرجع واهتم بيه انا. وبيقول ويل سيلفورد الطفل المعجزة صاحب القوة الاسطورية، ما تخيلتش انه لسه عايش. اوبا فين ده يا جدعان يكون المقاتل الاسطوري اللي كان ظهر في رؤية وذكريات ويل وكان بيتكلم مع ام ويل. شكل ويل فعلا قرب جدا انه يظهر حقيقة قوته العظمى. بس للاسف يا صديقي احب اقول لك ان هنا خلصت حلقتنا، وفي اخبار بتقول ان في جزء تاني لسه هينزل، بس لسه ما اعلنوش عن موعد نزوله. فما تنساش يا صديقي تقول لي رايك في حكايتنا النهارده، واستنونا في حكايات اجمد واجمد، واراكم في لقاء اخر، ويلا سلام.